مساء الخير واهلا بحضراتكم حلقه جديده وصوت مصر بتتجدد كل اسبوع على الهواء مباشره على شاشه الفضائيه المصريه والتلفزيون المصري. في الحقيقه النهارده موضوعنا مهم جدا، موضوعنا هو كل الانظار تتجه لمدينه اسوان، هذه المدينه العريقه، هذه المدينه الجميله، هذه المدينه السياحيه العظيمه. كل الأنظار بتتجه ليها لأن غدا هو انطلاق ملتقى الشباب العربي الإفريقي الأول. هذا الملتقى اللي كان وليد منتدى شباب العالم وأحد التوصيات الهامة جدا اللي جاءت في منتدى شباب العالم اللي تم عقده هنا في القاهرة عام 2018. لو تتذكروا تعهد رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما طلب منه الشباب أن يكون هناك مدينة تكون قبلة للشباب الافريقي، تكون مكان يتواجد فيه الشباب الافريقي ويتوحدوا. وافق بعد انتهاء المنتدى وحتى تعهد وهو بيقول الكلمة الأخيرة، ولكن بعد انتهاء المنتدى تم اختيار مدينة أسوان كمدينة توحد الشباب الافريقي. غدا هو انطلاق هذه القمة اللي هنشوف فيها لقاء يجمع ما بين الخبرة والشباب، لقاء يكسر الجمود الذي يحدث دائما ما بين فكر الشباب وما بين فكر الكبار. لازم بكرة هيتقابلوا الاثنين مع بعض، الاثنين هيجتمعوا الشباب العربي والافريقي مع الخبراء الكبار الحكماء اللي ما نقدرش نستغنى عنهم. لما يتم مزج ما بين الخبرة والحكمة والشباب أكيد هنوصل لبر الأمان سواء بعالمنا العربي أو الإفريقي. ويا رب دايما إن شاء الله تكون هذه القارة السمراء كما قال فخامة الرئيس أهلا بكم في قارة السلام. إن شاء الله يبقى عام 2019 نهاية أي نزاعات في أي دولة إفريقية، ومصر هي رئيسة للاتحاد الإفريقي لهذا العام ومتعهدة إن هي ستقف بجانب كل دولة تخرج من أي نزاعات حتى تصل لبر الأمان. هو ده موضوعنا النهاردة اللي هنتكلم عليه إن شاء الله من خلال ضيوف كرام مشرفيني في الاستوديو. بس قبل ما أقول أي حاجة وقبل ما نتكلم في أي شيء اسمحوا لي برضو أتوجه بخالص العزاء لضحايا الحادث الإرهابي الذي حدث في نيوزيلندا. نيوزيلندا ما حدث فيها حادث إرهابي أليم وألمنا كلنا بكل المقاييس عندما دخل شاب مختل عقليا يقال أنه استمع لإحدى الأغنيات كثيرا، أصابته باكتئاب، خد مدفع رشاش، دخل قتل يعني عشرات داخل مسجد يقومون بتأدية الصلاة سواء داخل المسجد أو داخل الكنيسة. دي مرفوضة ومرفوضة على المستوى الدولي ولا للإرهاب. فيجب علينا أن نتوجه بخالص العزاء لضحايا هؤلاء الذين لقوا حتفهم نتيجة هذه الحادثة الإرهابية. وبعدها الحكومة النيوزيلندية طلعت بيان شديد اللهجة رافضة الإرهاب ومصرة على مقاومة الإرهاب. إذا علينا كلنا إننا نحط إيدينا في إيدين بعض ونقول لا للإرهاب ولا مكان له سواء في عالمنا العربي أو حتى في أوروبا أو في أمريكا أو في أي مكان في العالم. وأهلا بالإنسانية، إنسانية السلام، إنسانية حقوق الإنسان. خلينا نروح نشوف نشرة صوت مصر وبعد النشرة نرجع ونبدأ حلقة. السيسي: استعادة الأمن بالمنطقة الأساس لنجاح جهود المسار السياسي للتسوية. رئيس الوزراء: خطة تنفيذية تتابع شهريا بهدف تشجيع المستثمرين. مميش: الرئيس كلفنا بأن تكون منطقة قناة السويس قلب التجارة في العالم. الخارجية: ردا على تقرير خارجية أمريكا بشأن حقوق الإنسان لا يتسم بالموضوعية. الإفراج عن 413 سجينا بموجب عفو رئاسي. السيسي يوافق على اتفاق قرض ب$200 مليون لتحسين استخدام الطاقة. تقرير دولي: نمو السوق الفندقية في مصر بنسبة 30% خلال يناير. 100 مليون صحة، فحص أكثر من 39 مليون مصري حتى الآن وملف صحي لكل مواطن. وزير خارجية سلوفينيا:
نثمن جهود مصر نحو التوصل لحلول دائمة للأزمات بالمنطقة. السيسي يؤكد مساندة مصر لاستعادة استقرار جنوب السودان ويتسلم رسالة سيلفا كير. الدكتورة رانيا المشاط: السياحة من أهم القطاعات الحيوية وهي المحرك للاقتصاد المصري. بسام راضي: النرويج تثمن دور الرئيس السيسي في حل القضية الفلسطينية. وزير الزراعة للبرلمان: مصر الأولى إفريقيا والسابعة عالميا في إنتاج الأسماك. سفير اليابان: استقرار الاقتصاد زاد اهتمام الشركات اليابانية بالاستثمار بمصر. احتفالية خاصة بتسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي بملتقى أسوان من 16 وحتى 18 من مارس. البرلمان يوافق نهائيا على قانون الحكومة بالتصالح في مخالفات البناء. رئيس الوزراء يتابع آليات دعم العلاقات مع دول إفريقيا في الزراعة والصناعة. اهلا بحضراتكم على الهواء مباشره وصوت مصر. واسمحوا لي ان انا في البدايه ارحب بضيوفي الكرام اللي هيشرفوني النهارده. هنتكلم مع بعض في محاور ملتقى الشباب العربي الافريقي الاول الذي سيعقد غدا في مدينه اسوان، هذه المدينه السياحيه الجميله. شرفنا في الاستوديو. خلينا نبدا بقى بالسيدات وليديز فيرست زي ما بيقولوا. الاستاذه فاتن عريف عضو المكتب الرئاسي للمعهد الافريقي الدولي ببروكسل. اهلا بحضرتك استاذه فاتن. ازي حضرتك؟ الحمد لله. ايضا مشرفنا وانا سعيد، وهو من يعني شقيق ودي بلده، مش هنقول له انت موجود في بلدك التاني، انتوا عارفين انا حته بلدنا التانيه دي لا هي بلدهم موجودين ومشرفينا. مشرفنا الكاتب الصحفي السوداني الاستاذ حسين بشير هارون وهو رئيس تحرير صحيفه سان رايز نيوز. اهلا بيك يا استاذ حسين. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ نورنا ببلدك طبعا. نورك انت ونور كل المصريين. اسمحوا لي بس في البدايه انا بس عايز اوري الناس، لان في معارض دوليه جميله، ويمكن عايز بعد هقول حاجه للناس ان في معرض دولي محترم جدا ويعتبر من اكبر المعارض العقاريه في العالم، ده موجود في مدينه كان الفرنسيه دلوقتي. المعرض ده اسمه MIPIM او ميبم. ميبم 2019 يعتبر اكبر معرض عقاري على مستوى العالم. وزاره الاسكان عندنا وانا عايز احييهم، وعايز احيي كل الناس اللي راحت تشارك في هذا المعرض، ان هم بيعرضوا هناك مشروعات العاصمه الاداريه الجديده. بيعرضوا هناك ايه اللي تم، بيعرضوا هناك. انتوا عارفين العاصمه الاداريه هي مش اللي احنا شفناه بس، لا ده حاجه ان شاء الله هي صرح عالمي، صرح يعني الناس كله سيشهد له. احنا بنروح وبنشوف العاصمه الاداريه وهذا العمل الدؤوب. يعني الموضوع مش موضوع الكنيسة التي تم افتتاحها أو المسجد الذي تم افتتاحه، ولكن هناك مشروعات ضخمة. هناك أكبر برج على مستوى إفريقيا في العاصمة الإدارية. هناك كومباوندات أو منتجعات سياحية، إلى جانب هناك مباني وسكن متوسط. يعني مش هنضحك على في هناك سكن متوسط وسكن مرتفع. عاصمة إدارية جديدة، ولكن كما قال السيد الرئيس القاهرة ستظل هي العاصمة الرسمية لمصر، ولكن العاصمة الإدارية الجديدة هي عاصمة المستقبل، عاصمة التكنولوجيا، عاصمة كلنا هناخدها زي ما بنقول نموذج على أساس إننا ننفذها على مستوى بلدنا. فبحقيقة أكيد وزارة الإسكان واللي كانوا موجودين في مدينة كان وما زالت، هو ده الصح. ان احنا المفروض نعرض حاجتنا، نعرض المشروعات اللي احنا بنعملها، نروح احنا للناس نسوقها. ما هو الناس مش هتجيلنا تقول لنا عندكم ايه، لا احنا المفروض احنا اللي بنروح. وده مجهود محترم جدا من الساده الموجودين هناك، وتحياتنا ليهم في ميبم 2019. خلينا نسال الاستاذه فاتن عريف، رايك ايه لما يكون مصر متواجده في المحافل الدوليه قبل ما اتكلم على ملتقى الشباب العربي الافريقي؟ طبعا فخوره كل الفخر على الخطوات اللي مصر بتقوم بيها، وكان ليا الشرف كل الشرف ان انا كنت مع سياده الرئيس في افتتاح مسجد الفتاح العليم والكاتدرائيه في العاصمه الاداريه. وبعدين احنا ما افتتحناش وبس، ده كان في جوله كمان لينا في العاصمه زي ما حضرتك بتقول، صرح حضاري، مكان رائع، مساحه ما كنتش متخيله المساحه صراحه بالكبر دهوت، ما كنتش متخيله كم المشروعات اللي هي موجوده لغايه ما
رحت وشفت فعلا بعناية، لا احنا فعلا زي ما الرئيس بيقول احنا بنسابق الزمن، لان احنا بنعمل عاصمة وكأنها مكان تكنولوجي حضاري يصارع حضرتك الدول المتقدمة ان شاء الله باذن الله، نفخر بيها كمصريين ان هي هتتعمل بسواعد الايد المصرية، مفيش اي حد من الاجانب هيكون موجود فيها، باشراف القوات المسلحة. وطبعا يعني انا بشكرهم كل الشكر على المجهود اللي هم بيعملوه سواء كان في الداخل او في الخارج. والرجاله المصريه وشركات المقاولات الوطنيه كله يا فندم، وكل كله. الناس فعلا على راي حضرتك زي ما بنتكلم. خلينا ندخل في موضوعنا النهارده وملتقى الشباب العربي الافريقي. لو اسمح لي يا استاذ حسين هنبدا بس مؤسسه فاتت تاني ليديز فيرست، خدوا حقنا خلاص. لا خدوه كلها يعني مفيش مشكله. استاذه فاتن، اسوان تم اختيارها بناء على توصيه في منتدى شباب العالم اللي تم في نوفمبر 2018، وسياده الرئيس على طول بادر بالموافقه على هذا الموضوع. غدا هو افتتاح ملتقى الشباب العربي الافريقي الاول. رئيس الوزراء بيتابع الموضوع كل يوم، فخامه الرئيس بيتابع الموضوع كل يوم، هيكون تحت رعايه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. والشباب العربي الافريقي لما يلتقوا مع بعض شايفاها ازاي؟ اولا مش اول منتدى، لان الرئيس اول واحد يجي قائد يفكر خارج الصندوق، ازاي يلتقي بالشباب مباشره ما بينهم وبين بعض. زي ما حضرتك بتقول كده، المفروض يبقى في حوار متبادل ما بين الشباب وبين الاجيال اللي قبل كده، علشان هم محتاجين للخبره. طيب لما يكون القائد والزعيم هو حضرتك اللي بيلتقي بيهم، هو اللي بيدعمهم، هو اللي عمل لهم عام للشباب، هو عمل لهم اول منتدى واول مؤتمر عالمي جمع فيه جميع شباب العالم. بالعكس ده كمان ما كانش هو القائد، لا كان هو اللي بيقعد مكان المستمع، والشباب هو اللي بيقود الحوار. كل حوار كان الشباب بيقولوا كان ليه يعني ثقل، كان بيدونه. بالعكس في الاخر خالص كان بيطلع حضرتك في نهايه المؤتمر على ان هو يتم تفعيل الاقتراحات بتاعت الشباب. انا اعتقد ان ما فيش اعظم من كده. هو لما هل شايف ان دي مسؤوليه كمان ملقاه على عاتق الرئاسه المصريه ومصر كونها برضه رئيسا للاتحاد الافريقي 2019؟ طبعا يعني حضرتك احنا دلوقتي انا بدعم الشباب المصري، بدعمه على القياده، بدعمه على الرياده، بدعمه على ان لازم نعترف على ان الشباب في الوقت الحالي هو مختلف. ليه؟ التكنولوجيا حضرتك يعني كبيره بدرجه يعني وبسرعه بشكل لا يمكن حد يتخيله. العالم كله اصبح قريه صغيره. طيب علشان تواكب هذه التكنولوجيا احنا محتاجين عقول الشباب وجهد الشباب، نشاط الشباب، الحيويه اللي الشباب بيشتغل بيها. في نفس الوقت لن نستغنى او حضرتك ان احنا نكف عن الخبره محتاجينها بشكل كبير جدا. ازاي بقى ان انا اعمل توازن ما بين الخبره وما بين الشباب، ما بين الابتكار، ما بين الافكار، ما بين التفكير خارج الصندوق، ما بين الرياده، ما بين التكنولوجيا دي كلها. ده اللي بيعمله المنتديات. ازاي حضرتك بياخد الفكر والفكر الاخر، ازاي ان هما الاثنين بيعملوا الثقافه سواء كانت الخبره مع الثقافه الجديده. فده اللي احنا بنشوفه فيها. طيب خلينا استاذه فاتن انتقل للاستاذ حسين بشير هارون رئيس تحرير صحيفه سان رايز نيوز، وعايز اساله برضو يعني خلال الملتقى ده ما عرفناه انه ستتنوع اشكال الحوار وبين جلسات ورش عمل طاولات مستديره، يعني امور كثيره جدا هيتم مناقشتها. من وجهه نظرك كشاب ايه اكتر حاجه ممكن تشغل بال الشباب العربي والافريقي من وجهه نظر ممكن يتم طرحها خلال هذا الملتقى؟ بداية خالص الشكر والتقدير الأستاذ الجليل، وأيضا زميلتي الأستاذة فاطمة، والشكر لتلفزيون صوت مصر، وأيضا الشكر لجمهورية مصر. أنا أقول دوما جمهورية مصر الأفريقية، فلترحابه بنا، وأيضا لإقامة كل الفعاليات التي تهدف إلى نهضة أفريقيا وإلى نهضة مصر في المقام الأول. فملتقى الشباب العربي الأفريقي كما قالت زميلتي فيما مضى هي ليست الملتقى الأول، أو هي ليست اللقاء الأول ما بين الشباب العربي والأفريقي. فكان لي الحظ الجيد أن أكون أحد الشباب الذين كان لهم النصيب من رحلة سفينة قناة السلام اللي كانت في العام 2018، وكانت رحلة جميلة جدا جمعت شباب من دول أفريقية ودول عربية، فتبادلنا الخبرات، تبادلنا الثقافات، عرفنا عن بعض، عرفنا عن ثقافات هذا عن ذاك.
فحتى زرنا قناة السويس بحضرة رحت زرت قناة السويس. شفتها ازاي؟ معلش مش هفوت الموضوع قناة ده بصراحة. قناة السويس أستاذي الفاضل هي عجوبة القرن ال21، رغم أنها بدأت قبل القرن ال21 ببعيد، ولكن تم تنفيذه على إشراف الأستاذ محاب مميش أو أستطيع أن نقول سيادة الفريق محاب مميش، وتم تسليمه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما أعتقد في غضون 100 يوم أو نعم بالفعل. فهي كانت تحدي يعني بصراحة. انت بتتكلم في عام واحد. نعم في عام واحد. تم حفر في عام واحد. نعم. تم تجميع 64 مليار جنيه في اسبوع بالفعل من الشعب المصري، من الشعب المصري، من الشعب من الشعب المصري، بآليات مصرية، شباب مصريين، أموال مصرية، كل شيء مصري. فتوقفنا على قناة السويس بأرجلنا وشاهدنا أعجوبة القرن ال21، وحتى رأينا السفن اللي هي سفن عابر القارات تعبر أمامنا، وأيضا زرنا الإسماعيلية، ومن ثم عدنا إلى القاهرة، من ثم عاد الشباب العربي إلى بلدانهم، وعاد الشباب الأفريقي إلى بلدانهم، وبقى حسين في القاهرة. طيب عايز أسألك حاجة، هل شايف إن مثلا زي ما كان الدكتور زي قناة السويس أو غيرها من المشروعات اللي مصر بتقوم بها، هل ده ممكن بيكون بوابة للاتصال ما بين أفريقيا وما بين العالم؟ هل شايف إن ده ممكن يكون دافع في المستقبل على إننا نغير بقى نظرتنا لهذه القارة السمراء، أكيد. وإن خيراتها تبقى لأهلها لأولادها بسواعد أهلها؟ هو أستاذي الفاضل، أفريقيا ثرواتها لأهلها وخيراتها لأهلها، ولكن للأسف يفتقد إلى الإدارة، وهذه الإدارة ربما يحتاج إلى عقول فتية شباب، لأنه الآن كل الدول الأفريقية ليس على سبيل المثال ولا الحصر، فكلها على ما أعتقد يقودها أناس ربما تجاوزوا 40 و50 يعني و60 سنة. لتغيير. نعم. انت قصدك يحتاج الى التغيير. إن نعم. الفترة اللي احنا فيها دي والملتقيات والمنتديات دي هتطلع قادة فعلا بفكر جديد، هم دول بالفعل لفكر جديد. زي ما منتدى الشباب، منتدى الشباب اللي هو بالفعل يحتاج الى عقول شبابية، عقول مواكبة العصر، فتستطيع ان تنحت بافريقيا، تتحرر تحرر اقتصادي. أيوة. سياسي. انت بدأت اقتصادي نعم. قبل السياسي، صح؟ نعم اقتصادي. نعم اقتصادي سياسي، لأنه الآن القارة مليئة بموارد، وخاصة المورد البشري، والقارة الأفريقية نسبة 60% على ما أعتقد من الشباب، فهي قارة شابة، قارة فتية، فكل الشباب تحاجر تترك أفريقيا إلى أوروبا، إلى دول الغرب، ويستفيد منهم دول الغرب أو أوروبا بصفة خاصة من عقول هذه الشباب أو من ابتكاراتهم، من إبداعاتهم. وهذا إن دل يدل على أننا في أفريقيا لا نهتم بريادة الأعمال، لا نهتم بالمشاريع الصغيرة، نحتاج لتغير الفكر. نعم نحتاج إلى تغير الفكر. نعم. طيب بمناسبة تغير الفكر، أتكلم معك أكتر في الموضوع ده، أتكلم مع أستاذة فاتن، اسمحوا لنا نروح لفاصل ونرجع تاني مع ضيوفنا الكرام، الأستاذة فاتن عريف عضو المكتب الرئاسي للمعهد الافريقي الدولي ببروكسل، والاستاذ حسين بشير هارون رئيس تحرير صحيفه سان رايز نيوز، وملتقى الشباب العربي الافريقي اللي هتحتضنه غدا اسوان الجميله، مدينه اسوان السياحيه الرائعه تحت رعايه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. خليكم معنا. نبني أيامنا بإيدينا، نفس الوطن نفس الملامح والظروف، نفس الأمل يجمعنا من غير أي خوف. نحلم سوا، نقدر سوا نبني الماضي اللي كان، نوصل مستقبل أمان. مفيش حدود، مفيش فروق، شعوب وجت من أصل واحد، نفس البداية والجذور، متوحدين رغم التعب رغم السنين، متجمعين ضامنين قلوبنا والإيدين. Here we are, manifesting and hearts that say oh.
ici, l'unité de l'Afrique. Y a pas de limite, on sera ensemble jusqu'à l'infini. اهلا بحضراتكم مره تانية على الهواء مباشره، وزي ما قلنا قبل الفاصل ملتقى الشباب العربي والافريقي اللي هتحتضنه غدا مدينه اسوان هيعتبر منصه لتبادل الخبرات وتواجد ولقاء ما بين الشباب العربي والافريقي. والاستاذ حسين ضيفنا كان بيتكلم قبل الفاصل عن موضوع ان محتاجين اننا ندي الشباب فرصة أكبر، محتاجين إننا ندي الشباب مساحة أكبر لأفكار خارج الصندوق ومن كثيرة طرحها، وده طبعا لا ما يمنعناش إننا نستعين بالخبرات، لأن لولا الخبرات إذا اجتمعت مع الشباب أكيد بنوصل لمشروعات عظيمة ونهضة كبيرة تهم العالم العربي والأفريقي. أعود مرة ثانية لضيفتي الكريم الأستاذة فاتن عريف. ليك تعقيب على كلام الاستاذ حسين؟ ليا تعقيب طبعا. انا عايزه اقول ان القاره الافريقيه هي من اكبر القارات، تاني قاره على العالم كمساحه، موقعها الجغرافي هو من اروع المواقع، لان كانت حتى بتقوم التجاره زمان على موقع قاره افريقيا، وكان طريق راس الرجاء الصالح. هو طبعا تفضل دلوقتي وقال على قناه السويس. قناه السويس هي فعلا هي المعبر الرئيسي للعالم كله للتجاره العالميه، اذا الانظار كلها تتجه ناحيه قناه السويس وناحيه مصر لوجود قناه السويس واهميتها. طبعا كان ليا شرف الزياره وافتتاح القناه مع طبعا مع الرئيس والفريق مميش على الصرح. انا صراحه كنت واقفه مبهوره على ان ازاي يتم اعجاز بشري بايد مصريه وسواعد مصريه على ان يتم حفر القناه في فتره زمنيه قليله جدا بهذا الكفاءه العاليه اللي هي موجوده فيها. انا عايزه اقول ان افريقيا هي مليئه بالثروات، مليئه فعلا بالثروات المعدنيه والثروات الطبيعيه اللي ربنا وهبها ليها، سواء كان من الغابات سواء من الاشجار او سواء من اي شيء. طيب ممكن نقف عند اي شيء وهرجع لك تاني وهنتكلم وهنقول حاجات كتيره لان لسه عندنا موضوعاتنا ووقتنا معانا، بس سنذهب لرفع اذان المغرب حسب توقيت مدينه القاهره، وبعد رفع الاذان نعود مره ثانيه لصوت مصر ضيوف الكرام الاستاذه فاتن عريف والكاتب الصحفي الاستاذ حسين بشير، والحوار حول ملتقى الشباب العربي والافريقي الذي سيقام غدا في مدينه اسوان تحت رعايه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. خليكم معنا. اهلا بحضراتكم مره ثانيه على الهواء مباشره على شاشه الفضائيه المصريه والتلفزيون المصري وصوت مصر. وزي ما شفتوا حضراتكم معانا في هذا التقرير الجوله التفقديه اللي قام بها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر اليوم لزياره توشكا. زياره توشكا هي رساله، انا توقفت عندها وانا بتفرج كده اقول لا دي رساله من رئيس مصر لكل العالم، وبكره في ملتقى شباب عربي وافريقي لازم نزرع لازم نبني. هي دي الرسالة اللي خليته يزرع النهارده أول نخلة في أكبر غيط نخيل نقدر نقول عليه هيكون على مستوى العالم، مزارع التمور. وهذا يعني التمر ده حاجة جميلة جدا وفيها شفاء وفيها حاجات جميلة وكلنا بنحبها حتى في أشهر يعني في شهر رمضان وطول السنة الناس كتير بتحبها. أنا انبسطت جدا يعني إن أنت تلاقي ان في متابعه يوميه وفي هي رساله، وفي نفس الوقت توجه فخامه الرئيس بخالص العزاء لضحايا الحادث الارهابي الاثيم الذي حدث بنيوزيلندا اليوم، ودعوه الرئيس السيسي العالم كله ان يقف يدا واحده ضد الارهاب، ان يقف العالم كله يدا واحده لرفض الفكر المتطرف، ان يقف العالم كله يدا واحده من اجل دحر الارهاب ووقف تمويله. وده اللي كان دايما بيأكد عليه فخامه الرئيس في اكثر من محفل دولي، وكان بيتكلم دايما يجب علينا ان نجفف مصادر تمويل الارهاب والفكر المتطرف. وخلينا اعود لضيوفي الكرام لتعقيب على
هذه الامرين. استاذه فاتن، انت شفتي الموضوع، تعقيبك ايه؟ طبعا تعزينا لأسر الضحايا اللي راحت فيها العدد الكبير اللي هو 49، وطبعا زي ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي على ان الارهاب لا دين له ولابد ان يتم جفه من جذوره. والارهاب مش مختص بدوله ما، لا هو حضرتك اللي كان بيتكلم عن مصر كانت بتدافع او بتحارب تمام. الارهاب بالنيابه عن العالم كله. تمام. الارهاب امتد لاوروبا، امتد حضرتك لافريقيا، اذا هو ليس له. موضوع وجوده في توشكا، انا دي متوقفه عندها شويه. طبعا انا عايزه اقول ان القياده السياسيه دايما بتفكر خارج الصندوق. مصر فيها 27 محافظه، ما فيش محافظه من محافظات مصر الا لما تلاقي فيها حضرتك شغل اقتصادي، شغل تنموي، مصانع. انا مثلا كنت حضرتك لسه كنت في دمياط ومدينه دمياط الجديده والمصانع اللي موجوده في دمياط. توشكا دلوقتي حضرتك مزارع التمور ومزارع حضرتك الماشيه ومزارع والنخيل. اذا احنا كل يوم في عندنا جديد. مصر هل ممكن تكون رساله ان سياده الرئيس يقولها للشباب بكره ان خلونا نزرع، خلونا نخضر افريقيا، خلونا ما اعرفش يعني. دي رساله واضحه على فكره من سياده الرئيس قبل حضرتك المؤتمر بتاع الشباب، لان ايد بتبني وبتعمر والاقتصاد، واحنا ماشيين في الخطط بتاعتنا الثابته والخطط بتاعتنا المظبوطه والسريعه. اذا احنا حضرتك لما يبقى في نمو الاقتصادي، يبقى في حضرتك حمايه، الشباب بيشتغل، الفكر بيشتغل، اذا احنا ماشيين على الخطه الصحيحه. خلينا ناخد راي ضيفنا العزيز الاستاذ حسين بشير هارون. كيف ترى هذا الموضوع؟ هل بتتفق معانا ان احنا يجب علينا اننا كشباب نبني ونزرع هذه القاره السمراء؟ بالفعل أستاذ الفاضل، يجب علينا أن نبني أوطاننا بسواعدنا. فأنا يعجبني جدا خطوات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. هو شخص نشيط، يعني أنا أراه يقف برجليه في كل مشروع يفكر فيه في مصر. فمشروع النقيل هي مشروع جميل جدا وبتهدف إلى نهضة الزراعة بمصر وبالثروة الزراعية والثروة الحيوانية وكل الثروات التي نمتلكها بأفريقيا نستطيع أن ننحت بأوطاننا. قبل ما اطلع التقرير عايز اسالك حاجه، هل شايف وبتتفق ان من اهم الاهداف اللي تم عليها الملتقى اللي هو الملتقى شباب العربي والافريقي هو ان بيتم سد الفجوه او تقليلها شويه ما بين القاده والشباب من اجل صياغه فكر جديد، مستقبل جديد، وفي نفس الوقت الشباب العربي والافريقي بيجمعهم تاريخ واحد. تتفق مع الموضوع ده؟ نعم بالفعل اتفق معهم. استاذ الفاضل، دعني اقول لك مثل بسيط يقوله احد الحكماء لابنائه. ف المثل بالتحديد هو يكمن في اننا في حاجه الى ان نبني مستقبلنا بالتكاتف. انا وانت وهي وهو نبني مستقبلنا، يعني أنا في حاجة لك وأنت في حاجة لي. فالشباب العربي والأفريقي كلهم يحتاجون إلى بعضهم البعض في تبادل الخبرات، تبادل الموارد الموجودة. دعنا نأتي كل شخص ما يفتقده ونأخذ منه ما نفتقده نحن. الآن عندما يلتقي شباب من 22 دولة عربية وشباب من 58 دولة أفريقية، فتخيل الافكار التي تنتج من هذه ال 22 و 58 دوله. يعني يتفاكرون، يبدعون، يبتكرون، يخرجون ما بمقائلهم من افكار، من اشياء هم في حاجه لها. هل ترى ان الشباب العربي والافريقي الان في عصر التكنولوجيا وفي هذا العصر قادر على صياغه رؤيه واعده متكامله لمستقبل القاره الافريقيه والعالم العربي؟ أستاذ الفاضل، الشباب فيما مضى كانوا يفتقدون إلى الفرصة، ولكن الآن الفرصة متاح لهم، الفرصة متاح لهم. فإذا يبتكرون، يفكرون، يستطيعون صياغة أفكار تستطيع أن تخرجنا إلى بر الأمان. فقط عليك أن ترأى هذه الأفكار التي تأتي من قبل الشباب. أنا عندي بس تعليق في أقل من دقيقة، ده اللي هو بيقوله احنا القيادة الناجحة، الإدارة الناجحة هي اللي بتعمل حضرتك فريق ناجح، وهو كل الفريق ده هو القادة فيما بعد. إذا القائد حضرتك هو اللي بيصنع النجاح مع الفريق بتاعه. أنا عايز أقول للناس برضه إننا ممتدين معاكم لحد إن شاء الله الساعة 7 يعني، وأنا بشكر طبعا إدارتنا في القناة إن هي بدت لنا الوقت الساعة 7، كان المفروض نختم على 6:30، فأنا بشكرهم أكيد، وإحنا مستمرين لأن ده موضوع مهم، موضوع هام جدا، وضيوفنا الكرام وبدأوا يعني بصراحة
حسين اسمح لي احنا شباب زي بقى، فاستاذ حسين فتح نفسي لما قال ان الشباب دلوقتي بقى عنده فرصه. هل فعلا مقتنع ان حاليا ممكن الشباب يقتنص بقى الفرص دي، انه يشتغل ويروح لأعمال جديده وافكار جديده؟ احنا اوطاننا محتاجه كتير، ولا انت ما بتتفقش مع الموضوع ده يا حسين؟ اتفق كليا استاذ الفاضل. كما نعم كما قلت، يعني الشباب لديه مواهب كامنه بداخله. هو في حاجه الى مساحه، في حاجه الى تشانس. هل كان في مساحه تضييق على الشباب؟ خلينا نعم بالتحديد فيما مضى. فهذا يقودنا الى هجره العقول. لماذا هاجر الشباب وتركوا افريقيا؟ لماذا هاجر الشباب وتركوا بلدانهم واختاروا بلدان غير بلدانهم؟ لانهم لم يجدوا الفرصه الكافيه في بلدانهم، او لم يجدوا رعايه. ايوه. لم يجدوا يعني مستلزمات الحياه اليوماتي، اشياء كثيره جدا. فهاجروا الى من يوفر لهم ما هم في حاجه اليه. طالما الان وجدوا من يوفر لهم ما هم في حاجه اليه، ف ايه اللي في الحاجه؟ انت شايف ايه اكتر حاجه احنا محتاجينها كشباب؟ ايه؟ استاذي الفاضل، اهم حاجه ودعني اقول هنالك احد العلماء يقول if you see any progressing country then that means their people are well educated. إذا رأيت أي دولة متقدمة فإذا ذاك الدولة تقدمت بالتعليم، أي شعب هو شعب متعلم. فالشباب يحتاج إلى التعليم، يحتاج إلى الوعي، لأنه بلداننا لا يبنى إلا بالوعي. إذا غاب الوعي، نعم بالفعل، نعم غاب الوعي فيغيب كل شيء. طيب خليني اقف عند اذا غاب الوعي يغيب كل شيء، وما جابلناش عصيده وهو جاي. خلينا نروح لتقرير ونعود مره ثانيه لضيوف الكرام، لان هسمع تعقيب الاستاذه فاتن عريف عضو المكتب الرئاسي للمعهد الافريقي الدولي ببروكسل على ما قال الاستاذ حسين بشير هارون رئيس تحرير صحيفه سان رايز نيوز حول رؤيه الشباب وما نحتاجه كشباب وما يحتاجه الشباب العربي والافريقي في الفتره القادمه. خليكم معنا. ملتقى الشباب العربي الإفريقي بأسوان، مولود جديد يخرج من رحم منتدى شباب العالم الذي عقد في نوفمبر من العام الماضي بشرم الشيخ، ليؤكد على حرص القيادة المصرية على توطيد علاقتها بالقارة الإفريقية، ليبعث برسائل تأخي وتسامح بين الشعوب العربية والإفريقية للعالم، وأيضا ليحقق مزيدا من التوافق والتواصل بين الشباب مع إتاحة الفرصة لتوحيد القواسم المشتركة بين الشباب العربي والإفريقي. يعد الملتقى الذي تحتضنه أسوان هو الأول من نوعه، حيث تدور أجندته حول العديد من القضايا والموضوعات التي تهم الشباب العربي والإفريقي، وتنفيذا للأجندة التي تتبناها مصر في الاتحاد الإفريقي لتكون للبناء والسلام في القارة السمراء. ويعتبر الملتقى إحدى منصات منتدى شباب العالم التي تتمحور حول منح الشباب المصري ونظرائه من الدول العربية والإفريقية فرصة تطوير ودعم أفكارهم في جميع المجالات. الملتقى يعزز قيمة التعاون بين شباب الوطن العربي والإفريقي لدفع عجلة الإنتاج والتقدم، مع استعادة مصر لدورها الواعد والريادي الفعال في قارة إفريقيا ومشاركتها في أجندة التنمية المستدامة 2063 كشريك رئيسي في تحقيق التنمية المشتركة التي غابت عن إفريقيا كثيرا. يمثل الملتقى أيضا صورة جيدة للتفاعل بين الشباب العربي والإفريقي، ويعكس اهتمام مصر بالقارة السمراء. إن اختيار أسوان لتكون عاصمة للشباب الإفريقي نظرا لأنها تعبر عن الثقافة العربية والإفريقية باعتبارها الأقرب جغرافيا من القارة، فضلا عن أنها المدخل الحقيقي الذي اختارته مصر لتحقيق طموحاتها مع الشعوب القارة. تتنوع أشكال الفعاليات خلال الملتقى بين جلسات نقاشية وورش عمل وموائد مستديرة تضم القادة من الشباب وصناع القرار في حوار مفتوح عن أهم ما يشغل الشباب في العالم العربي والقارة السمراء. كما يضم الملتقى العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية
حيث تقام جولات سياحية للمشاركين في مدينة أسوان احتفالا بكونها عاصمة الشباب الإفريقي لعام 2019. واحنا رجعنا تاني. لو عايز اقول لكم ان وقت التأجيل قاعدين نتكلم، قاعدين نقول ان في شباب، قاعدين نقول ان في مستقبل، بنتكلم بروح متفائله. دي حقيقه، صح؟ دي حقيقه. انت عايزه تعقبي على ايوه، انا كنت عايزه اعقب على ان افريقيا من يعني من القارات الصاعده والواعده، لان فيها فعلا ثروات كبيره جدا. افريقيا عدد السكان بتاعها تقريبا 1,200,000,000، القاعده العامه بتاعتها هي قاعده شبابيه. اذا احنا حضرتك في الوقت الحالي نحتاج الى الفكر المتطور، نحتاج الى التنميه، نحتاج الى اقتصاد، نحتاج الى البناء. كل دوله من الدول الافريقيه لها خاصيه معينه ولها امكانيات معينه. اذا تم الاتحاد ما بينهم وبين بعض اصبحت قاره افريقيا على قدم المساواه ما بينها وما بين اوروبا. انا مش هنسى كلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي لما كان بيتكلم في اخر منتدى الشباب، لما كان بيقول احنا بنسابق الزمن. احنا فعلا القاره الافريقيه تحتاج الى زمن، لان في فتره كتيره جدا تم اهمال القاره الافريقيه، وطبعا ده كان عن قصد، لان كان في استعمار عسكري. حتى الاستعمار العسكري لما خرج من القاره الافريقيه لم يترك القاره الافريقيه، واصبح في استعمار اقتصادي واستعمار فكري. انا الاوان ان تحرر افريقيا من جميع الاستعمارات الموجوده فيها بايدي ابنائها، بايدي سواعدها. كل منا له حضرتك رياده في مجال ما. اعتقد ان الشباب العربي او الشباب الافريقي لحد ما عندهم جزء كبير جدا من التنميه، من الوعي، من الرياده، وده اللي استخدمه الرئيس وقال بعد كده هو انا هيبقى في تدريب 10,000 شاب، وال10,000 دولت هيكونوا في رياده الاعمال، في التكنولوجيا، لان احنا محتاجين التكنولوجيا دهيت، محتاجين التكنولوجيا في استصلاح الاراضي، محتاجين التكنولوجيا حضرتك في المفروض ان هي مشاريع الطاقه اللي احنا بنفكر فيها من خارج الصندوق، اللي هي الطاقه النظيفه والطاقه المتجدده. كمان اعلان الرئيس على ان حضرتك في مشروع من اكبر المشاريع اللي هتكون موجوده في افريقيا، المشروع اللي هيربط كيب تاون اللي هو جنوب افريقيا باسكندريه. تمام كده اهوت. وفي حضرتك مشاريع تنمويه وفي مشاريع عملاقه. اذا احنا بنخطو الخطوات الحقيقيه والخطوات الصح. كلام استاذ حسين بينصب برضه على نفس كلام سياده الرئيس اللي قاله اكتر من موضوع، ان الاستقرار والامن في المنطقه هو الذي سيؤدي الى تنمية اقتصادية، هي التي ستؤدي إلى رخاء للقارة. دي حقيقة. التنمية هقول لحضرتك الرئيس لما كان بيقول أنا بتقول على إن الاستقرار نفسه استثمار. أيوة فعلا هو استثمار، لأنه هيتيح ليك فرصة حضرتك في ريادة الأعمال، هيتيح ليك فرصة في بقول لحضرتك الكلام يعني في تعهد رئاسي، تعهد من مصر كرئيس الاتحاد الأفريقي بوقوفها بجانب أي دولة تخرج من نزاعات إفريقية، أي دولة إفريقية تخرج من أي نزاعات، مصر تقف معاها من أجل التنمية كرئيسة. بالظبط. لابد أن يعي بقى الشباب الإفريقي والدول الإفريقية أن المرحلة القادمة هي أهم مرحلة في تاريخ إفريقيا. إذا حضرتك أهم مرحلة في تاريخ إفريقيا، إذا لم تستطيع أن حضرتك تقف دلوقتي في الصدارة، إن تعمل اقتصاد، إن يكون في ريادة أعمال، إن الشباب حضرتك يطور الفكر بتاعه وإنه يخرج خارج الصندوق، إنه يبقى في قيادة حقيقية ويكون في إدارة حقيقية للمشاريع الاقتصادية والموارد الاقتصادية اللي بتشتهر بها إفريقيا، وإلا ما كانش الاستعمار سيطر على إفريقيا، لأن الموارد الاقتصادية اللي موجودة في إفريقيا لا توجد حضرتك في قارة طب هل ممكن يا استاذه فاتن يكون هناك تكامل عربي افريقي؟ احنا عندنا ملتقى الشباب العربي والافريقي، هل النهارده عندما ننهض بهذه القاره السمراء وتكون قاره سلام وتكون قاره خير وقاره اقتصاد باذن الله والكلام ده كله، ويتم هناك تكامل ما بين مثلا دول الخليج والقاره الافريقيه او الدول العربيه، وهناك دول عربيه افريقيه زي ما تمام، هل ده ممكن فعلا يساعد على اننا نتحول كليه بشكل او باخر لننافس الغرب الذي كان ولا زال؟ يقينا 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 اللي حضرتك بتقوله دهوت. الدول العربيه بتملك امكانيات ماديه عاليه جدا، مصر تملك حضرتك افكار وتملك حضرتك شباب وتكنولوجيا، افريقيا بتملك ثروات وبتملك اراضي. اذا لو تم الاتحاد ما بين كل دهوت حضرتك هتلاقي مشاريع عملاقه تنافس الدول الاوروبيه بشكل كبير جدا. بدل ما افريقيا دلوقتي هي سوق استهلاكي، هتبقى سوق منتج، هتبقى سوق منتج وتصدر حضرتك للعالم
العالم كله. اذا احنا الشباب بتاعنا كقاره حضرتك القاعده الشبابيه بتاعتها او القاعده السكانيه بتاعتها شباب، لازم يستغل الشباب لعودتهم مره ثانيه وتشجيعهم على عدم الهجره. اذا لو الشباب لقى حضرتك مورد ولقى احتياجه ولقى ان في قياده بتدعمه، وخاصه ان مصر دلوقتي ماسكه الرئاسه بتاعه الاتحاد الافريقي، وزي ما الرئيس عودنا في الفتره اللي فاتت اللي كانت موجوده في مصر في مشاريع عملاقه، ولما اتحطت على الخريطه ما كانش حد مصدق ان لا يمكن تكون المشاريع دهوت يتم انجازها. فعلا والله. كل الناس اللي هم اللي بيقفوا أهل ضد الشر، مصر لا، أهل بالظبط الشر كده، اللي بيقفوا ضد الإعلام مصر قال الكاذبة لك استحاله هو بيتكلم في ايه، ولكن تم تحقيقها بشكل واقعي وتم افتتاحها، وكانت طبعا بالنسبه ده على بالي ان للعالم. انت بتواجهي الارهاب وبتقاومي الارهاب نيابه عن العالم، وفي نفس الوقت بتجابهي مشكله اقتصاديه كانت كبيره جدا بتجابه مصر، بس الحمد لله خطوه خطوه بنعديها. وزي ما حضرتك قلتي، ايد بتبني وايد بتعمل السلاح. يعني احنا مش بنقول ان الدنيا وردي عندنا، لا، بس بنقول اننا متكلين على الله سبحانه وتعالى ولازم نشتغل اكتر. دي حضرتك القوة في الشخصية المصرية. الشخصية المصرية تتمتع بقوة، يعني زي ما بيقولوا كده هي حيرة العالم. وده فعلا لما حضرتك بيجي الغرب او بيجي السايح علشان يجي يتفرج على جدران المعابد المصرية بيستعجب مين اللي شايد الجدران ده في الاوقات دي بالمساحات دهيت في التكنولوجيا من 7000 سنة. وهناك بعض العمليات الجراحية اللي تم حضرتك نقشها على المعابد اللي موجودة في أسوان، تمام كده هو بشكل دقيق جدا. فدي محيرة العالم. ناخد بقى محيرة العالم ونروح لاستاذ حسين. استاذ حسين، استاذه فاتن قالت كلمه مهمه جدا، قالت لك لو تكاملت الدول الافريقيه او اتحدت دول افريقيا هيتم فيه خير، هيتم فيه تنميه، هيتم فيه بناء. هل تتفق فعلا ان لو مصر نهضت، لو كينيا نهضت، لو تنزانيا نهضت، لو رواندا، جنوب افريقيا، تشاد، اثيوبيا، الصومال، كل الدول، واوغندا وغيرها من الدول الموجوده، ليبيا والجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا كل دول لو تم فعلا نهضه موحده لهذه القاره واتحدوا مع بعض، هل فعلا نستطيع ان نقول انه مستقبل مشرق للاجيال القادمه؟ استاذي الفاضل، هو افريقيا انا الان اقول لديه مستقبل مشرق، مستقبل يرسل إلينا رسالة بأن أفريقيا بعد 2020، أفريقيا بعد 2030 وغيره ليست أفريقيا في العام 2018 أو ليست أفريقيا في قبل عقد من الزمان. فأفريقيا لديه ثروات تائلة. مثلا فلنسلط الضوء على دولتي اللي هي السودان. لدينا ثروة زراعية تائلة جدا، فإذا رميت بذرة فوق الصحراء أو الجبال سوف ينبت لك. الحاجة الثانية لدينا يعني مياه ضخمة جدا، يعني أنهار، مياه تسري ساكت، نعم، خيرات ضخمة جدا، نعم، ثروات ضخمة جدا. فإذا ما المانع أن نتقاسم هذه الثروات مع إخوتنا الأفارقة والعرب من كل بقاع الأرض؟ ما المانع؟ ولكن نحن في حاجة إلى أن نتكاتف، في حاجة إلى بعدنا البعد. فأيضا علينا أن ندير ما نمتلكه بدلا من أن يأتي أحدهم من الخارج ويدير ما نمتلكه نحن. أنت في مثل قلته لي كده، إيه هو بتاع العصاية نعم. هو أنا عايزك تقول والله. المثل يكمن في القوة. القوة بالوحدة. فإذا اتحدنا أصبحنا أقوياء، إذا تفرقنا أصبحنا ضعفاء وكسر سهل كسرنا. فهنالك أحد العزماء، وأنا أقول عزيم لأنه صاحب فكرة عزيمة، فمرض وعندما كاد أن يموت فنادى أبنائه وأعطى كل منهم عصا، فقال لكل منهم اكسر ما بيدك، فكل منهم كسر ما بيده بكل سهولة. ولكن بعد أن أعاد تجميع السبع عصايات وأعطى الحزمة إلى كل منهم وقال له اكسره، فلم يستطيع كسر الحزمة. فقال لهم انظروا، إذا توحدتم أو تجمعتم في حتة واحدة في الاتحاد قوة. نعم، في الاتحاد قوة، فيصعب كسركم، ولكن إذا تفرقتم سهل كسركم. فإذا نحن في حاجة إلى أن نجتمع كلنا في بوتقة واحدة من أجل الأمل، من أجل هدف واحد، والهدف الواحد هو السمو بشأن أفريقيا. ومن أجل الأمل. نعم بالفعل. النقطة الثانية، نحن في حاجة إلى الأمن.
في الأمن. حاجة إلى الأمن. الآن العديد من الدول الأفريقية والدول العربية منها ولكن دعنا نركز في الدول الأفريقية. هنالك يعني حالة إرهاب، بوكو حرام ومش عارف صراعات داخلية. نعم صراعات داخلية، بوكو حرام والشباب الصومالي، وصراعات داخلية بكل من السودان، تشاد، نيجر، ليبيا. كل هذه الدول تعاني من نزاعات داخلية، إذا كان ما بين الحكومات وشعوبها، وإذا كان ما بين جماعات متطرفة والمجتمعات. فنحن في حاجة إلى إرساء دعائم السلام والأمن في هذه الدول. فإذا كيف نرسي دعائم السلام والأمن في هذه الدول؟ يجب أن نفكر في هذا المنوال، لأنه لا يوجد نمو وتنمية إلا بتوفير السلام. والله بالمناسبة دي أنا أتذكر عندما تقلد رئيس وزراء اثيوبيا الجديد أبي أحمد، يعني وتحية ليه، لأن على طول تم الصلح ما بينهم وما بين أريتريا بعد حرب استمرت حوالي 20 عام نتج عنها مئات الآلاف من القتل من الجانبين. فدي حاجة جميلة. يمكن ده تأكيد يا أستاذ حسين إننا ننبذ العنف، ننبذ التطرف، ننبذ حتى الفكر المتشدد الموجود زي قال بوكو حرام دول وانتشارها والكلام والسنة فاتت أكدت على الموضوع ده. قبل ما أطلع الفاصل عايز تعقيب سريع من حضرتك ومن أستاذة فاتن. في محاور مهمة جدا هركز عليها الملتقى زي مثلا البحث العلمي والتكنولوجيا وغيرها. هل المواضيع دي تهمنا كشباب؟ المواضيع يا أستاذي الفاضل تهمنا كشباب وتهمنا كأفريقيا وكعرب. عندما أقول كعرب لا يعني بأنني عربي، ولكن لا ده فخر نعم بالفعل. نعم فعلا. فنحن في أفريقيا والدول العربية عموما نحتاج إلى البحث العلمي، لأنه أستاذي أعود إلى المربع الأول عندما قلت بأن تقدم الدول يكمن في الجانب التعليمي والبحث العلمي. نحن في حاجة إلى أن ندعمه. فالآن أنظر إلى الدول العربية والأفريقية، ما نسبة دعمهم للبحث العلمي؟ نسب ضئيلة جدا. ولكن أنظر إلى بعض الدول المتقدمة يدعمون البحث العلمي بكل ما لديهم من أموال. فإذا نحن في حاجة إلى أن نرفع من نسبة دعم البحث العلمي. مهم بالنسبة لي. أيضا نقطة نعم بالفعل نقطة أهم من هذا، وهو حرية البحث العلمي. حرية البحث العلمي. الآن نعم لدينا مراكز دراسات ولدينا شباب يبحثون في مجالات عديدة، ولكن تجده يعني هو في طريقه في الحصول على إجابة على سؤاله أو في أن يكمل بحثه فيجد مجموعة من الأبواب أمامه. أنا فهمت قصدك إننا نسيب الشباب يفكر بقى خارج الصندوق حتى لو عنده بحث علمي بحرية مطلقة. طيب دون أن تعقيب حضرتك قبل الفاصل. أنا بقول على إن البحث العلمي هو بداية حضرتك للدول القوية. الدول القوية والدول العظمى بتعتمد اعتماد كبير جدا على البحث العلمي. خلينا نبص حضرتك على نموذج كوكب اليابان وليس دولة اليابان. اليابان حضرتك هي مجموعة جزر، مساحتها قليلة جدا، إمكانياتها قليلة جدا، ولكن استطاعت أن تغزو العالم بالبحث العلمي، استطاعت أن تغزو العالم بالعقول الموجودة عندها. إذا احنا قدام حضرتك يعني استراتيجية لو تم اتباعها بشكل علمي وبشكل صحيح على ازاي ان احنا نستفيد من القواعد ومن الشباب اللي موجود فيها، وخاصة ان قاعدة افريقيا مثل قاعدة مصر من الشباب. إذا البحث العلمي هيؤسس حضرتك او هيساهم بشكل كبير جدا في تطوير الطاقة، في تطوير الامكانيات، في ان انت حضرتك تعمل امكانية اقتصادية، ان انت تعمل مصانع، ان انت تطور ازاي القاره بكل الامكانيات اللي موجود فيها، وازاي ان انت تستغل الامكانيات بتاعتك باكبر استغلال ممكن نتيجه البحث العلمي. خلينا نتوقف عن الكلام المحترم الجميل اللي طالع من القلب كده سواء من الاستاذه فاتن او الاستاذ حسين، ونروح مع بعض لفاصل وبعدين نرجع نكمل كلامنا عن ملتقى الشباب العربي والافريقي الذي ستحتضنه غدا مدينه اسوان السياحيه الرائعه الجميله تحت رعايه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. شباب أفريقيا والعرب هيجتمعوا غدا على أرض الكنانة، أرض مصر في أسوان. بعد الفاصل نكمل.
شيء جميل اننا نتكلم على اللي بيحصل، شيء جميل ان الشباب يقول رايه، يعني زي ما قال الاستاذ حسين الشباب محتاج مساحه، محتاج حريه راي، محتاج حريه بحث علمي، محتاج تعليم. التعليم هيوصلنا لبر الامان، التعليم هو اللي هيغير المجتمعات. استاذه فاتن قالت ان التنميه وتحقيق الاستقرار والامن والاستثمار في الاستقرار هو اللي هيوصل هذه القاره السمراء لبر الامان ويبقى فيها تنميه مستدامه، وهو دي مسؤوليه كبيره جدا من قاع العاتق مصر، خاصه في موضوع رئاستها للاتحاد الافريقي لهذا العام. استاذه فاتن انا هسالك سؤال وجاوبيني كده رايك. ليه اسوان؟ لماذا اسوان تم اختيارها عاصمه للشباب الافريقي 2019 وهي اللي هتحتضن ان شاء الله غدا ملتقى الشباب العربي والافريقي؟ انا بعتبر ان اسوان هو عندها حضرتك عرس وفرح بشكل كبير جدا، تم تهيئه محافظه اسوان بكل الامكانيات الموجوده فيها، سواء كان حضرتك من المحافظ او من، طبعا بحيي جدا وزير الشباب والرياضه بشكل كبير جدا، عامل شغل فوق الرائع شويه في ان هو ازاي ان هو يجهز حضرتك منطقه او محافظه اسوان لاستقبال العرس اللي ان شاء الله باذن الله. رئاسه وزراء متابعه كل يوم الموضوع، انا متابعه هذا الموضوع. هو ده حضرتك ده اسمه التحدي، والتحدي اللي بيوصل للنجاح ان جميع حضرتك القوى تتكاتف مع بعضها لاظهار حضرتك المنطقه اللي المفروض هيتم فيها الحدث بشكل كبير جدا. بيحاولوا ينسونا، احنا بعد ما انتهى منتدى شباب العالم تاني يوم يا سيدي في لجنه المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء شكلها تمام من اجل تحقيق موضوع ان تبقى في ملتقى شباب العربي الافريقي، ان الاختيار اسوان يعني انت عندك دوله شغاله. اكيد طبعا اكيد، بس اهل الشر لا مين يعني، ولولا ان الدوله تكون شغاله والحكومه تكون شغاله والوزارات والمحافظات حاطين حضرتك ايديهم في ايدين بعض، ما كانش يخرج هذا حضرتك العرس الحضاري. الشباب هيجتمع على ارض كده مصر ان شاء الله باذن الله. هي دي رساله ان الشباب عربي افريقيا يجتمع على ارض مصر. دي حقيقه، انا اعتقد حضرتك ان اختيار اسوان اختيار موفق جدا جدا كعاصمه للشباب العربي الافريقي. اسوان بما تحمله حضرتك من عمق التاريخ والحضاره اللي موجوده فيها، زائد حضرتك الرقي والمستقبل المفروض اللي موجود فيها. اسوان حضرتك اللي بتحتوي على النيل، واكبر مساحه اللي موجوده فيها في النيل في بحيره فيكتوريا، اسفه في بحيره ناصر، وسد العالي، سد اسوان موجود فيها، والحضارات، وفيها حضرتك مجموعه من المتاحف ومجموعه من المزارات السياحيه اللي انا بتمنى ان الشباب العربي والافريقي ناسها الطيبين واستقبالهم الجميل، الابتسامه والبشره السوداء واللي بتنور دايما على الوش. عايزه اقول لحضرتك ان كمان النيل بتاع اسوان ليه كمان يعني تميز ورونق جميل جدا. الكورنيش بتاع اسوان حضرتك تم امتداده ل 9 كيلو متر تقريبا، تم تجديده بشكل كبير جدا علشان استقبال لحدث المسارح اللي موجوده في اسوان في الوقت الحالي، وهيكون في حتى من ضمن الاجنده في جوله سياحيه لجميع الشباب اللي هو موجود عشان يتعرف على الثقافه، عشان يتعرف على التاريخ، عشان يتعرف على الحضاره، ويتعرف كمان على المستقبل، بما فيه اسوان مشاريع عملاقه ومشاريع حضرتك للطاقه النظيفه والطاقه المتجدده. وبصراحه شعار الملتقى العربي والافريقي مستمد شويه من روح الاسوان، يعني روح الاسوان الجميله بالظبط كده، صح ولا ايه؟ الفلكلور وحضرتك اللي بتشتهر بيه اسوان، اللي هو اللبس حضرتك اللي السيده الاسوانيه، الشغل اليدوي الجميل، الشغل اللي حضرتك اللي هو بالخزف، اللي هو بالخوص، اللي هو بالحاجات ديت، هو ما يميز اسوان واهل اسوان. انا معايا دقيقتين نسمع حسين كلمه تطلع من قلب الاستاذ حسين بشير هارون رئيس تحرير صحيفه سان رايز نيوز، تقولها كده عبر شاشه الفضائيه المصريه لكل الشباب اللي شايفنا في انحاء العالم، شباب مصري، شباب عربي، شباب افريقي، حتى الشباب اللي هيجتمع بكره. جميل. استاذي الفاضل، اسوان تلك الجميله الرائعه، تلك المدينه الرائعه الجميله اختيرت كعاصمه للشباب الافريقي. لماذا؟ لانه بوابه نصر لافريقيا، لانهم يحملون سحنات كسحنتي انا، يحملون سحنات افريقيا بصفه عامه. شكل يعني. نعم شكل يعني. نعم بالفعل. فالحاجه الثانيه، ناس اسوان صراحه روحهم طيبه، يعني انا لم امكث باسوان كثيرا عندما اتيت، ولكن عاشرت بعض الشباب من اسوان في مجموعه من الملتقيات، ولكن وجدت فيهم الروح السوداني، يعني نحن لدينا بالسودان نعم بالفعل وجدت فيهم الروح السوداني، يعني ذكروني بالسودان.
من مزايا اختيار أسوان كعاصمة للشباب العربي والأفريقي أو للشباب الأفريقي وإقامة الملتقى فيه، من إيجابياته أول حاجة بيروج لأسوان من الجانب السياحي. الحاجة الثانية الشباب اللي قادمون من 22 دولة و58 دولة أفريقية هؤلاء سفراء إلى بلدانهم، كل منهم أتى إلى أسوان ورأى ما فيه من جمال، رأى ما فيه من أماكن سياحية، رأى ما فيه من طيبة وأخلاق ورقي، فعندما يعود إلى وطنه يتحدث عن أسوان بأنني ذهبت إلى أسوان ووجدت أناس طيبون جدا، وجدت هنالك لديهم حتى رمال قيل أنها يشفي المرضى، رمال يشفي المرضى. نعم نعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى. نعم بالفعل. طبيعة الله. كلمة أخيرة وسريعة في 10 ثواني تقول إيه؟ فكلمة أخيرة أقول أفريقيا في حاجة إلينا جميعا، وأفريقيا في حاجة إلى شبابها، ومن هنا أرسل صوت شكر إلى تلفزيون صوت مصر، وأيضا صوت شكر إلى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشكر أجزله إلى أستاذي الفاضل الأستاذ أشرف وزميلتي الأستاذة فاطمة. أشكرك أستاذة فاتن. 20 ثانية تقولي إيه؟ هقول إن مصر الحمد والشكر لك يا رب العالمين واقفة على الريادة والقيادة. مصر استطاعت مرة تانية عودتها للقارة الإفريقية بعد غياب فترة طويلة. إن شاء الله بإذن الله بوجود مصر في إفريقيا، وجود مصر حضرتك في القيادة، أنا إن شاء الله مستبشرة كل الخير للقارة الإفريقية السمراء، القارة الإفريقية اللي هي حضرتك فيها خيرات، القارة الإفريقية التي تتمتع بالشباب، القارة الإفريقية التي تتمتع بالقلب الأبيض. أنا من وقتي دهوت بقول لحضرتك ان شاء الله باذن الله الامل ثم الامل ثم الامل هو هيؤدي الى النجاح وهيؤدي الى العمل. استاذه فاتن عريف عضو المكتب الرئاسي للمعهد الافريقي الدولي في بروكسل، نورتينا. اهلا بحضرتك. ايضا الاستاذ حسين بشير هارون رئيس تحرير صحيفه سان رايز نيوز السوداني اللي منورنا، بشكرك شكر جزيل، نورتوني. اهلا بحضرتك. الامل، التنميه، محتاجين بعض، نحط ايدينا في ايدين بعض، التكنولوجيا، البحث العلمي، التعليم، هو ده اللي احنا اتكلمنا عليه. وايه؟ الوعي. الوعي ثم الوعي ثم الوعي ثم الوعي ثم الوعي. هو ده اللي احنا محتاجينه فعلا علشان ننهض بقارتنا السمراء، واظن هو ده الدور المنوط به جمهورية مصر العربية في رئاستها للاتحاد الافريقي. غدا اسوان هتحتفل، اي ضيف جالنا هنا مصر، في مصر شرم الشيخ، نويبع، اسوان، الاقصر، انتم منورينا، انتم بلدكم من اي دوله افريقيه. نتمنى ان انتم تستمتعوا بوجودكم. ملتقى الشباب العربي والافريقي غدا سينطلق في اسوان تحت رعايه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. اهلا بكم في مصر، وتحيا جمهوريه مصر العربيه الافريقيه. يوم الجمعه القادمه وصوت مصر وحلقه جديده.